لكل منطقه ليها شخصيه، مش هينفع مثلا نطبق اللي عمله في منطقته على منطقه بولاق، على منطقه شبرا عند هاجر، او على منطقه المرج عند باشمهندس. ايه هي بولاق ابو العلا؟ بولاق ابو العلا هنتكلم عن النضال والمكان والطبيعه الديموغرافيه. بولاق ابو العلا مكان في وسط البلد، على شماله وسط البلد باب اللوق عابدين، على يمينه الزمالك، جنبه النيل. ده من يعني على قد ما هي كان مكان كويس ومكان ناضج طبعا ومكان حيوي، لكن سبب لها مشاكل لرجال الاعمال دايما بيبصوا على المنطقه دي اللي هم عايزين ياخدوها. ده طبعا عمل مشاكل كتير جدا، والمشاكل دي اترتب عليها اثار اللي هم الحكومه بقت بتهمل عن قصد التعليم، الصحه، الميه، وجميع المصارف والمرافق اللي عامه. النضال الشعبي في بولاق ابو العلا بيرجع لاكثر من 200 سنه، يرجع للحمله الفرنسيه. بولاق ابو العلا كانت قبل ما تكون اسمها بولاق، بولاق يعني البحيره الجميله، قبل ما يكون ليها اسمها بولاق كان اسمها ساحه الغلال، علشان كان هي على النيل، وكانت مينا كان حيوي جدا. المكان ديموغرافيا بولاق ابو العلا فيها شريحه كبيره جدا، يعني يكاد يكون 90% من سكان بولاق ابو العلا حرفيين، تجار، الاعمار شبابيه، يعني مستوى الاعمار في بولاق ابو العلا مستوى يعني قليل جدا، بيتراوح ما بين 7 سنين ل 28 سنه. دي الفئه العمريه الاكبر في بولاق ابو العلا. الطبقات بولاق ابو العلا كحي شعبي، وفي فرق هنا بين حي شعبي وحي عشوائي، وده برضو يرجعنا ان احنا نقول ان كل منطقه فيها خصائص. يعني بولاق ابو العلا فيها طبقه راقيه جدا غنيه، فيها طبقه متوسطه، فيها طبقه مسحوقه. اكبر مشاكل في بولاق ابو العلا مشاكل المستشفى، مستشفى بولاق العام، مستشفى التعليم، والاهم مستشفى مشكله باع الجائلين والتهجير. بولاق ابو العلا عايزين يهجروهم باي شكل من الاشكال، وطبعا في قواضي مرفوعه وفي حاجات كان سيد اتكلم عليها، موضوع بولاق ابو العلا والقاهره 2050. اخش في اللجنه، الرؤيه بتاعت اللجنه. احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نشكل استنادا عن الحق في التنظيم، نشكل جبهه تكون عندها قدره ان هي تقدر تنظم الناس، وتستند لحاجه ثانيه هي الديمقراطيه التشاركيه اللي اتكلم عليها احمس. في اليات كتير جدا احنا بننفذها علشان نوصل لفكره الديمقراطيه التشاركيه اللي بيستند عليها كمان موضوع تونس منتدى الإجتماع. اللجنه كتنظيم تمويل ذاتي، اللجنه بتطمح ان هي تكون مظله بتجمع تحتيها احزاب شغاله في المنطقه، حركات ثوريه، مبادرات، وده تم. يعني مثلا اللجنه الشعبيه فيها ناس من التحالف الشعبي، فيها ناس من التيار الشعبي، فيها ناس من 6 ابريل، وهلم جرا. الاهداف بتاعت اللجنه عيش حريه، عداله اجتماعيه بدون اي فلسفه. دي الاهداف بتاعتنا. الاليات دي الاهم، بنشتغل على الضغط على المجلس المحلي. احنا بقول ان قدرنا ان احنا نقدر نشيل 2 من رؤساء الاحياء. التواصل مع المحافظه، احنا لما كنا بنروح للحاكم ما كانش بيتواصل معانا. صعدنا الموضوع بقى بنقعد مع نائب المحافظ، صعدنا الموضوع بقى بنقعد مع المحافظ، والمحافظ يعني في اغلب الاوقات كان بيقدر يلبي لنا طلباتنا وحاجات كتير. التواصل، عمل حملات الوعي، بنعمل اكتر من حاجه على الارض من الحملات. حتى الان عملنا اكتر من 3 حملات او اكتر، انا مش متذكر. عملنا حاجه عن بنلم توقيعات على المشاكل الكبرى عندنا، التعليم والمستشفى والتهجير. وصراحه الناس يعني برضه عايزين تقول مش كل حاجه نقول للناس ما عندهمش وعي، لا، الناس لما بتلاقيك اللي انت متحيز لقضاياهم اللي هم بيعيشوها وبيلمسوها كل يوم، الناس بتقف معاك. عملنا مجله اسمها جريده او مجله اهل الولاء. احنا برضه يعني ان شاء الله موفرين هنا، اللي عايز يقرا للاسف قربت تخلص. وعملنا بوسترات، ملصقات، اللجوء الى القضاء. رفعنا اكثر من قضيه، منها قضيه في المستشفى
كان بالتعاون مع مركز دعم التنميه والمبادره الشخصيه فوق المبادره المصريه فوق الشخصيه، تنظيم حملات ضغط مكثفه، ملفات حكوميه. ده برضه يرجعنا لموضوع التشبيك والكلام ده كله. كان سيد في وقت من الاوقات برضه كان هو ماسك صناع حياه ونحو الاميه، قدرنا ان احنا نشتغل بجهد قوي جدا ان احنا نقدر نمحي اميه كامله حتى سنه. مش متذكر؟ قدرنا ان احنا نحمي يعني فئه كبيره جدا من الناس كلها غير عشان حرفيين. 130 واحد 130 واحد كمرحله اولى، والشباب لسه في صناع الحياه بتشتغل. وعلى فكره الشباب اللي في صناع الحياه برضه هم جزء من اللجنه الشعبيه الادبيه. التشبيك مع الحركات واللجان الشعبيه. كل يوم بنحاول ان احنا على قدر المستطاع ان احنا نقدر يعني نضم تحت اللجنه حركات ومبادرات واحزاب. طبعا بين قوسين حزب العداله والحريه والعداله، مش عشان يعني سيبنا من كل اللي بيعملوه ده، لا، في موضوع اللي احنا كنا بنطلع نقعد معاهم وكنا بنقول لا احنا هنشتغل معاهم كده، بنطلع نقعد معاهم قلنا ان احنا ازاي ممكن نوزع العيش بطريقه منظمه بحيث ان كل واحد يقدر ياخد حقه. يعني احنا كنا بنطلع نقعد معاهم بنتفق على حاجات، تاني يوم كنا بنسمع ان هم بيشتغلوا على المبادره دي لوحدهم من غير ما يرجعوا لنا او صفحات الانترنت والتواصل عن طريق الفيسبوك والكلام دوت. احنا عندنا جروب عليه اكثر من 1000 حد على الجروب بتاع اللجنه الشعبيه، جروب مفعل يعني بصفه يوميه بنقدر نخش وبنقول راينا وبنتواصل وهكذا. وفي برضه الصفحه دي برضه عندنا برضه مشكله فيها اللي هي غير منتشره، هي مفعله بنسبه 100% بس هي يعني غير منتشره. يعني عندنا مثلا 300 فيها 300 او كده. الحملات قلنا عليها. الاعمال الخيريه احنا كنا بنحاول ان احنا نمزج بين دور التنموي ودور الخيري هي حاجه على المستوى الفصيل، التنموي على المستوى البعيد. قدرنا نعمل مجمعات استهلاكيه على مستوى مطالب الاسره في الاكل. بنوفر مثلا رز باقل من سعر السوق، بنوفر سكر باقل من سعر السوق، ملابس مع مركز شباب والعيله وجمعيه الباحثون عن التغيير برضه اسعار زهيده. الداتا شو عملنا زي حمله اسمها كاذبون باسم الدين، وكان ليها مردود قوي جدا على مستوى